صدمات في الاهلي والاهلي يستغني عن نجومه بامر من الخطيب ومن كولر. تاني حاجه معانا وهي رجوع سيد عبد الحفيظ بامر من الخطيب. كهربا وانفراجه في الغرامه كبيره. نخش بقى على نادي الزمالك. شيكابالا يفرض شروط الصلح بينه وبين مرتضى منصور لصالح نادي الزمالك. حكم بحبس مرتضى منصور 3 شهور واجب النفاذ. واخر حاجه وهي زلزال يدمر نادي الزمالك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا محمود محسوب ودي قناتي على اليوتيوب. شرفنا بالاشتراك في القناه، ويا رب اللي يضغط لايك في الفيديو ده ويشترك في القناه ربنا يحقق له كل اللي بيتمناه. بدانا نشحت على القناه. نخش في الموضوع على طول. صدمة استغناء الاهلي عن بعض نجومه بامر من كولر، وبعد كده القرار رجع للخطيب والخطيب وافق عليه. وهنا بعد نهايه الموسم اللي فات ده، الموسم اللي انتهى بفوز الاهلي بالدوري، كان في عدد من لعيبه الاهلي المعاره واللي المفروض ترجع للاهلي زي سعد سمير ومش عارف زياد طارق، مصطفى سعد ميسي ومش عارف محمد شكري، واكتر من لاعب كان المفروض يرجع للنادي الاهلي تاني ويكمل مع النادي الاهلي. ومن داخل النادي الاهلي لعيبه زي ايمن اشرف وعلي لطفي والناس اللي مشيت بشكل كويس جدا واتعمل لها تكريم وهي ماشيه، لان الناس دي المفروض ان هي شالت الاهلي. انا بتكلم عن ايمن اشرف وعلي لطفي، شالت الاهلي في الفتره الاخيره، مع ان مارسيل كولر كان بينه وبين ايمن اشرف اكتر من دروب. وهنا قرر مارسيل كولر ان هو يستغنى عن كل اللعيبه اللي راجعه دي، بما فيهم زياد طارق مطلع تصريح ان هو مستني الاستغناء النهائي عنه. طب واحد زي محمد شكري انت ازاي ما تجيبوش يبقى بديل لعلي معلول؟ كولر قناعاته ان رأفت خليل احسن له وافيد له هو فنيا بالنسبه للنادي الاهلي، وهو مش عايز يرجع حد من الاعاره الا كريم نيدفيد، وده هيستفيد بيه في نص الملعب، وصلاح محسن، وده بالذات معمول له يعني معمول سبير، موجود في الاهلي سبير. لما اداره الصفقات او لجنه الصفقات او لجنه التعاقدات تحن على النادي الاهلي وتتكرم عليه وتخلص صفقه المهاجم الاجنبي، الولاده المتعثره اللي بقالنا فيها اكتر من 3 سنين او 4 سنين بندور على مهاجم اجنبي، هيشوفوا بعد كده مصير صلاح محسن ايه. لان لو جه مهاجم اجنبي يا صلاح محسن يا محمد شريف يا كهربا، حد من دول هيطلع اعاره او حد من دول هيتباع ويجي المهاجم الاجنبي. لو المهاجم الاجنبي ما جاش هنمر بالمرحله بتاعت كل سنه ان احنا هنفضل نرقع في الفريق لحد شهر واحد، وشهر واحد نفضل نرقع في الفريق وما يجيش برضو مهاجم اجنبي، ونجيب حد كسر ونجيبه شهر التاني التالت ويمشي. بصراحه الناس المسؤوله عن التعاقدات او الناس اللي بتدور في الموضوع ده بره امير توفيق وبره عادل القيعي حاجه في منتهى السوء. يعني بصراحه الموضوع مش مستدعي ده كله، الموضوع ممكن يخلص في يوم وليله. ارفع بس سقف الفلوس، لان ما عادش فيه الفلوس اللي الاهلي بيتكلم فيها دي كلها. لكن بصراحه انا ما عجبنيش في الاهلي في الفتره الاخيره كذا حاجه منها، وهي رجوع سيد عبد الحفيظ بامر الخطيب. هل هيرجع سيد عبد الحفيظ بامر من الخطيب؟ محدش عارف. هل خالد بيبو هيقدر يكمل مكان سيد عبد الحفيظ بنفس الريتم وبنفس الاداء؟ برضه محدش عارف. طب ليه سيد عبد الحفيظ مشي؟ في كذا حاجه بقالها اكتر من سنه تراكمي 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 موجوده بالنسبه لسيد عبد الحفيظ. من ايام فايلر كان طالب من محمود الخطيب او من الكابتن محمود الخطيب ان سيد عبد الحفيظ يمشي من الجهاز الفني لانه بيتدخل فنيا في ارض الملعب، ودي كانت عامله له مشكله. تاني حاجه ان اي اجتماع كان بين كولر وبين محمود الخطيب فني بيتكلموا فيه عن الفنيات ما كانش بيحضره الكابتن سيد عبد الحفيظ بامر من الخطيب، لان كولر ذات نفسه مش يعني برضه اشتكى من ان سيد عبد الحفيظ بيتدخل فنيا في ارض الملعب. ومن ضمن شروط التجديد بتاعت كولر ان سيد عبد الحفيظ ما يكونش في الجهاز الفني. طب هل يعني الخطيب مشى علشان كولر طلب كده؟ لا. عندك بعد كده في مشكله حصلت لاكرم توفيق وهو بيتعالج في الامارات وهو في مركز علاج طبي مش عارف بيعمل ايه هناك ومحجوز له في الفندق. الراجل اتحجز، المفروض ان الليله دي كلها تخص الكابتن سيد عبد الحفيظ. الراجل اتحجز في الفندق 48 ساعه علشان سيد عبد الحفيظ نسي يبعت الفلوس. طب هل هو مشي علشان اكرم توفيق؟ لا. هو اولا اكرم توفيق ده بغض النظر عن الاسم هو لاعب الاهلي اللي محجوز في الفندق 48 ساعه، ودي اللي تعمل مشكله وتعمل سمعه مش كويسه للاهلي. غرفه ملابس النادي الاهلي، ودي السبب الرئيسي اللي خلى سيد عبد الحفيظ مشي. سيد عبد الحفيظ عنده خلفيه بقاله اكتر من سنه ان هو هيمشي في اي وقت. طيب غرفه الملابس بدات السيطره عليها تقل ازاي؟ تقل انك انت عندك مشاكل ظهرت من بدايتها من محمد الشناوي في ارض الملعب، قبلها كان كهربا وعقوبه تاريخيه ما حصلتش قبل كده، بعدها احمد عبد القادر لما مش عارف يتكلم مع كولر بطريقه مش كويسه والرد على الجمهور، بعدها حسين الشحات والطريقه اللي بدا يتعامل بيها. الموضوع بدا يخرج عن المألوف.
سيد عبد الحفيظ بياخد قرارات، لكن ما عادش زي الاول، ما عادش في علاقه يعني ايه، بتتوطد مع اللعيبه لدرجه ان خلاص اللعيب ما عادش يهاب، اللعيب ما عادش بيهاب. والمشكله في الاهلي ان دول نجوم، او في الزمالك دول نجوم، لو ما تمش السيطره عليهم بسرعه ومن الاول خلاص الموضوع هيخرج عن السيطره. لما تيجي بقى تسالني ان بعد كل الاسباب اللي انا قلتها لك دي تقول لي طب سيد عبد الحفيظ يستاهل ان هو يمشي، انا اقول لك لا. يعني انا اقول لك ان هو احسن واحد يقدر يدير المنصب ده. مش معنى كده ان خالد بيبو هيفشل فيه، لا، خالد بيبو ممكن. المنظومه لما بتكون دايره، انت لو شلت ترس وحطيت ترس تاني مكانه، حتى لو الترس اللي جاي ده ضعيف هيمشي من الاول. قوي او يقبل ان هو يكون قوي ويقبل ان هو يتطور، هيكمل في نفس المنظومه ما دام المنظومه كلها ناجحه. تاني حاجه، وهي الحاجات برضو اللي مش عاجباني واللي اتكلمت عليها في الاول، وهي الاستغناء عن لعيبه كتير. يعني انت ايمن اشرف ده ما كانش ينفع يستغنى عنه، تسيب محمد شكري ده لاي نادي تاني ازاي؟ محمد شكري ده 22 23 سنه، ده يشيلك لمده 10 سنين. زياد طارق ما يتسابش. ايمن اشرف انت سبته وكرمته وهو الراجل خارج وعارف ان هو راجع تاني. سعد سمير الكلام ده كله مقبول. علي لطفي الكلام ده كله مقبول. لعيبتك الصغيره اللي انت جبتها ودفعت فيها ازاي تسيبها؟ طب ما تجيبها وتطلعها اعاره، ما تجيبها وتطلعها اعاره، ما تجيبها وتطلعها بيع بشرط في العقد مثلا انك تقدر تسترده بمبلغ وقدره كذا بعد الموسم الاول عشان يكون ليك الاحقيه. انا عارف ان القوانين الجديده في الاتحاد انك انت ما مالكش انك انت تعير اكتر من 4 او مش عارف ايه لاي فريق، بس انت ليك حريه انك انت تمسك برضو الموضوع بايديك، ما تبقاش الموضوع فرط منك قوي كده. اخر حاجه بقى مجنناني وهي صفقه المهاجم الاجنبي. صفقه المهاجم الاجنبي اللي احنا بقالنا فيها زي ما قلت 3 سنين. الموضوع صعب مش صعب، الموضوع صعب مش صعب. موليكا لا، هنروح نجيب الراجل اللي في اليابان، الراجل اللي بيلعب في كوريا، هنروح نجيب واحد من هولندا، هنجيب دبابه اللي افريقيا، هنجيب مش عارف ما تجيب يا عم مهاجم. هو ايه الصعوبه في كده؟ ما تدفع وتجيب مهاجم. ما المهاجم اللي انت هتجيبه ده، انت جبت برونو سافيو ومشيته، جبت مش عارف مين والتر بواليا ومشيته، جبت بادجي ومشيته. طب ما تخلص في مهاجم ويكون بثلاثة 3.5 4 مليون دولار، ما تخلص فيه ويجي يخدمك 3 4 سنين ويخدم على الفريق ويشيل الفريق بدل العذاب والشلل اللي احنا شايفينه ده طول الموسم. بعد كده معانا وهي انفراجة كهربا، وان شاء الله كهربا مش هيدفع الغرامه لنادي الزمالك كلها. يعني كهربا كان مطلوب منه حوالي 90 مليون او 95 مليون، مش هيدفعها دلوقتي كلها، لان نادي افج البرتغالي اللي هو كان معار ليه او اللي هو طلع عليه الكوبري اللي بينه وبين الزمالك، بينه وبين يعني بين الزمالك وبين الاهلي، النادي ده رجع تاني باسم تاني. وان شاء الله الغرامه دي منتصفه بين اللعيب والنادي. فان شاء الله كهربا مش هيدفع نفس الغرامه دي، لان هو معاه شهرين. الشهر الاولاني لازم يكون دفع بعد ال 30 يوم جزء من الغرامه اللي عليه علشان ما يتوقفش، لان الشهر الثاني لو ما دفعش فيه اجزاء او اقساط من الغرامه هيتوقف لمده 6 شهور من ممارسه اي نشاط رياضي. وفي النهايه زي ما قلت بالنسبه للنادي الاهلي المكسب بيغطي على اي حاجه. قلت احنا ورا الاهلي ايا كان القرار، احنا كجمهور ورا الاهلي ايا كان القرارات تكون في صالح الاهلي، لان الجمهور بتاع الاهلي ما بيشجعش اسماء باشخاصها، ومش هيرحم اي حد وقت التقصير المتعمد. وقت التقصير المتعمد ايا كان رئيس نادي، مدير فني، لعيب باسم، لان جمهور الاهلي ما بيشجعش اسماء. جمهور الاهلي مش زي اي جمهور تاني. نيجي بقى للزلزال اللي دمر نادي الزمالك بقاله 3 4 ايام. انا بقالي فتره ما طلعتش، بقالي حوالي 22 يوم ما طلعتش، فبحاول الم الاحداث اللي حصلت دي كده ايه في عجاله. بعد الفضيحه اللي اعلن عنها شيكابالا وان هو طلع على الملأ وصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لجمهوره وقال ان الغرامه المفروض على شيكابالا اتخصمت منه، وان هو كان بيتخصم منه كل موسم مش عارف ايه، وان هو كان بيقبض 1000 جنيه في الموسم عشان الغرامه اللي بتتخصم منه للنادي البرتغالي، وقال ان حسابات نادي الزمالك مش موقوفه او مش محجوز عليها زي ما مرتضى منصور بيقول، ان ممدوح عباس عامل فينا كل حاجه واخدنا ومش عارف فين وقافل علينا الحسابات وحاجز علينا الملايين جوه، وقال ان حسابات نادي الزمالك مش محجوز عليها لان هو قاعد مع ممدوح عباس عشان يتوسل اليه ان هو يفك الليله دي ويخلص الموضوع ده. يعني طلع ايمن يونس طلب مجلس اداره نادي الزمالك وقال لهم ان كنتوا لو عندكم ذره دم استقيلوا، ذره حب لنادي الزمالك استقيلوا. طلع احمد مرتضى ورد عليه وقال له نستقيل ليه واحنا عملنا اللي انت ما قدرتش او اللي ما حدش قدر يعمله. احمد مرتضى رد عليه وقال له نستقيل ليه واحنا اصلا كل اللي عملناه في نادي الزمالك بتاريخك انت. طبعا ايمن يونس سكت وما ردش عليه. الكلام ده كله على تويتر يا جماعه، الكلام يعني ايه الفضيحه على الملأ. طلع بقى رد عليهم احمد عيد عبد الملك ورد عليه وقال له انت وانت وانت وابوك ومش عارف وايه، فضحوا على السوشيال ميديا.
فضيحه، يعني فضيحه صعبه جدا. رد عليه وقال له انتوا صفقات صفر، موسم صفر، ست بطولات واخدين منهم صفر، سمسره وكلاء لاعبين مش عارف ايه، صفقات فاشله، صفقات كسر، مفيش حاجه قالها تذكر، ومفيش حاجه عملها نادي الزمالك تذكر السنه دي تذكر ان هي عليها الملأ. انت فاتح النار على كل الناس وكل الجبهات، فالطبيعي جدا انك انت هتخسر كل حاجه. دخل احمد عيد الملك مسح بكرامه احمد مرتضى منصور الارض، وهو وابوه. وبعدين دخل قال له فيما معناه او ملخص اخر سطرين، قال له ان تاريخ ايمن يونس او رباط جزمه ايمن يونس اللي كان بيلعب بيها كوره بتاريخك انت وابوك. انت متخيل وصلت، يعني متخيل العمليه وصلت ازاي؟ بعدها ميدو ركب على السلام وقال لهم استقيلوا، ومجلس اداره الزمالك لازم يستقيل. هو فين مجلس اداره نادي الزمالك؟ مفيش حد في مجلس اداره نادي الزمالك الا مرتضى منصور، الراجل المستقيل اللي قاعد في البيت وبيدير نادي الزمالك من البيت. العمليه تدار يا جماعه على ان هي عزبه، او يعني ما تقدرش تفهم لها هي من دي. العمليه بتدور على ان هي عزبه، او ان هي مثلا ايه، سويقه والراجل ده صاحبها. بعدها طبعا الطبيعي انك انت كلاعب في نادي الزمالك لما تشوف الكلام ده كله بتبدا بقى بدات لعيبه تطالب بفسخ العقد، لان هي ما خدتش مستحقاتها من 6 شهور. ومن 6 شهور انا ممكن اصبر لو انا شايف بارقه امل، لكن انا شايفك ان شيكابالا لما اتكلم عن مرتضى منصور وبالطريقه هي صح، هو اتكلم كلامه كله صح، لكن الطريقه ما عجبتش الهزازين الرؤوس اللي في نادي الزمالك فطلعوا شتموه. انت متخيل ان الكابتن مثلا اللي بقاله اكتر من 5 6 سنين في الفتره الاخيره من ساعه ما رجع وهو شايل الشاره وبيلعب معاك، انت مسحت بكرامته الارض في قناه نادي الزمالك علشان جاب سيره مرتضى منصور؟ انا كلاعب ليا مستحقات من 6 شهور، انا اصبر عليك ليه؟ انت خلاص ما فيش عندك عزيز ولا غالي الا اللي بياكلك او اللي بيديك فلوس. فطبعا بعض اللعيبه طلبت، من ضمنهم احمد فتوح وفي 6 لعيبه تانية، وبصراحه عندهم حق. طلع خالد الغندور بعد قرار شيكابالا او بعد تصريحات شيكابالا دي هو والشله بتاعته، وهاجموا شيكابالا هجوم فظيع علشان قال ان الرئيس السابق لنادي الزمالك. طب ما هو حكم المحكمه بيقول ان ده الرئيس معزول، والراجل طلع وقال لك انا سبت نادي الزمالك وفك الحجز ممدوح عباس. طبعا هي دي يعني ايه، لعبه كده من مرتضى منصور. لكن مستحيل قناه نادي تهاجم الكابتن بتاع النادي علشان واحد قاعد في البيت. انا دي ما شفتهاش. بس هو طبعا اللي بيهاجم عشان الظرف اللي بيطلع كل يوم، بيهاجم عشان ده ولي نعمتي. فانا يعني انا هبيع اي حد علشان الراجل اللي بياكلني عيش. الراجل ده هو اللي بيطلعنا على الهوا كل يوم وبيقعدنا الساعتين اللي بنقعدهم دول، والراجل بيقول لك انا معزول بس انا بدور نادي الزمالك وانا رئيس الشرف لنادي الزمالك وانا قاعد في البيت. فيعني الموضوع يا جماعه بجد خرج عن السيطره وخرج عن المألوف، وبقى يعني ايه، انت كجمهور دلوقتي او كمشجع زملكاوي قاعد انت مش عارف انت مع مين، انت مع دول، لا ده دول قلبوا على دول. طب انا مع ايمن يونس قلب على مش عارف مين، مرتضى لا ده مرتضى، طب ميدو قلب على. يا جماعه الموضوع في سويقه فعلا، عزبه مرتضى منصور واولاده. اما بقى لما ترجع على شروط شيكابالا اللي فرضها على ميدو، علشان ميدو كان الوسيط بين الصلح وبين مرتضى منصور وبين شيكابالا، ففي شروط فرضها شيكابالا علشان يقعد يتفق مع مرتضى منصور ان الموضوع يهدى وان الدنيا مش عارف ايه، وان يعني ايه يبقى داخل يعني بارقة امل لنادي الزمالك في الفتره الجايه والاصلاح نادي الزمالك. اول حاجه وهي سداد غرامه سبورتنج لشبونه، تاني حاجه وهي عدم اهانه رموز نادي الزمالك الناس القديمه زي حازم امام وحسن شحاته وايمن يونس وفاروق جعفر والناس. طبعا الناس دي مستباح دمها على الهوا، لانك لو مش معانا احنا هنحط عليك. بعد كده وحصول اللعيبه على مستحقاتهم، اللعيبه عايزه تطفش، واللعيبه اللي عايزه تيجي من بره ما حدش عايز يجي، ما فيش حد في اللي جوه بياخد فلوس، انا هاجي اعمل ايه؟ بعد كده وهي ابعاد امير عن نادي الزمالك، ابعاد امير مرتضى. عند ابعاد امير مرتضى دي مرتضى منصور امبارح في الفيديو بتاعه بيقول ان امير رافض يروح نادي الزمالك بسبب الاهانات والتعرضات ومش عارف وايه، والجمهور مش مقدره والكلام من ده. طب هو الجمهور مش مقدر، يقول لك ايه بس كان قاعد امبارح بيخلص مع خال احمد فتوح فوق في الفيلا. يا عم هو مش ساب نادي الزمالك؟ انت يابا انت دماغك رايحه فين؟ انت الصفه اللي بتضربه منها دي في 100 عقبه دي الصفه دي انت بتجيبها منين؟ يعني هو ساب نادي الزمالك ولا هو مثلا ايه واخدها منازل؟ يعني هو بيشتغل مدير التعاقدات مثلا او مدير الكوره بس منازل قاعد في بيتهم؟ مش ممكن. هو ساب النادي عشان ان زعلان من النادي، زعلان من الحيطه مثلا، زعلان؟ يا جماعه ما تجنوناش. يعني هو ساب النادي ولا قاعد في البيت بيدورها من البيت؟ لا هو ساب النادي وهو زعلان من نادي الزمالك وهو مش عاجبه الطريقه اللي بيتعاملوا بيها. طيب ماشي. هو كان بمناسبه احمد فتوح، هو الراجل كان بيقول كده بمناسبه احمد فتوح كان قاعد، خاله واحمد فتوح كانوا قاعدين مع امير مرتضى فوق وبيخلصوا ومضوا كل حاجه. يا عم انت هتجننا،
انت بتقول ايه واي كلام. المهم بعد كده وهي امتناع مرتضى منصور عن التعليق على لعيبه نادي الزمالك او عن الفريق. مش بعد كل ماتش سيان خسرنا سيان كسبنا تطلع تشيد باللعيبه او تمسح بكرامه اللعيبه والصفقات والرز بلبن والكلام الخرف اللي بيحصل كل مره ده. بعد كده وهي اعتذار اعلامي قناه نادي الزمالك لشيكابالا واللعيبه الزمالك، لان الناس دي اي حد هيفتح بقه ناحيه مرتضى منصور او ناحيه امير او ناحيه احمد هيتمسح بكرامته الارض، وده شرط من شروط شيكابالا. بعد كده وهي دعم الفريق بالصفقات، مفيش حد عايز يجي، القيد مقفول، غرامه مش عارف مين، غرامه مش عارف ده اتشن بونج عليه غرامه مش عارف 7000 دولار يا حاجه يعني. انا مش متخيل والله انت ازاي كنت مغطى على كل الحاجات دي ويرجع الجمهور يقول لك لا اصل مرتضى منصور مظلوم والدوله اللي بتعمل والمش عارف والرز بلبن ولازم الجمهور ده ينام زعلان والجمهور ده ينام فرحان. بعد كده الحفاظ على نادي الزمالك وهيبته وعدم الاساءه لاي نادي تاني او شخص اخر. طبعا دي حاجات او دي طلبات شيكابالا عشان يرضى يقعد مع مرتضى منصور ويصفوا الدنيا دي كلها ويبدا يكلم اللعيبه ويقنع اللعيبه ان اللعيبه دي تقعد. طبعا شيكابالا بيحلم، شيكابالا بيحلم لان ده راجل مريض نفسي مش هيعرف يعمل اي حاجه من اللي انت طلبتها منه دي. ولو قال لك تاني يوم هيخل بالكلام ده كله وهيطلعك انت عيل. بس وانا عندي سؤال هنا، يعني السؤال ده جه في دماغي، هو لما شيكابالا عارف المشاكل اللي حصلت في نادي الزمالك دي وان هو كان بيتخصم منه وان المشكله دي موجوده وان اللعيبه بتتشتم وان اللعيبه وان كذا وان كذا وان كذا وان الحجز مش مقفول عليه، ساكت ليه لحد دلوقتي؟ يعني انت الدوري لما انتهى ليه ما اتكلمتش؟ ليه بعد البطوله العربيه؟ ليه اشمعنى الوقت ده بالذات؟ حد بيصطاد حد فجات على دماغ حد ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ طالما انت شفت او شايف ان الدنيا خربانه بالشكل ده، ليه الوقت ده؟ ليه اخترت الوقت ده؟ وليه اعلنت وانت في البطوله العربيه ان احنا لو خسرنا من النصر وخرجنا من البطوله انا هعلن عن كذا كذا؟ اشمعنى الوقت ده بالذات اللي انت اخترت فيه الوقت ده انك انت تتكلم فيه؟ بعد كده مرتضى اخد حكم النهارده بالحبس لمده 3 شهور. هو كان واخد الحكم قبل كده لكن النهارده كان في جلسه عنده لان هو كان عامل استئناف النهارده والحكم النهارده كان هيصدر. لكن مرتضى منصور هرب من القصه دي كلها بانه جاب شهاده مرضيه، مع انه طالع امبارح بالليل ليله الحكم او ليله الجلسه اللي كانت عنده عامل فيديو 46 دقيقه. صحه كفره، صحه كفره بمعنى الكلمه. عامل فيديو 46 دقيقه. انا ذات نفسي بعمل الفيديو مثلا اقصى فيديو عملته كان 14 دقيقه او 15 دقيقه بالمونتاج والكلام اقسم بالله الواحد بيبقى مخلص او متكسح. الراجل ده عنده حاجه و70 سنه في اواخر السبعينات وعامل فيديو 46 دقيقه، ده بعيد عن المونتاج وبعيد عن الفواصل وبعيد يعني داخل له في ساعه واقف وبيقول لك اصل انا عندي برد. وبعت للمحكمه النهارده صوره من الشهاده المرضيه بيقول ان هو عنده برد وانه ما قدرش وان ظروفه المرضيه لا تسمح. مع ان المحكمه ممكن تبص في حاجه زي كده وتعرف انك انت بتتحايل بالقانون يعني. في النهايه مرتضى هيروح وهيتحكم عليه بالثلاث شهور دول، لان لو يعني ويرجع يقول لك احنا لازم نحترم احكام القضاء. طب ما تحترم احكام القضاء وتروح تنفذ حكم القضاء اللي عليك. هتاخد براءه، هتاخد حكم هيتنفذ عليك وقتي. مش عارف. في النهايه يا صديقي العزيز نتمنى ان التبديلات اللي حصلت في الاهلي في مجلس الاداره في مدير الكوره والكلام من ده كله تمر مرور الكرام والدنيا تمشي زي الاول ويمكن افضل وما نحسش باي تغييرات. لان لو الموضوع حصل فيه اي تغييرات بالنسبه للعيبه بالنسبه للكوادر بالنسبه للكلام من ده كله، هو الخطيب بس اللي هيشيل الليله. محدش تاني هيسال، لا كولر هيسال ولا مرتجى هيسال ولا اي حد من مجلس الاداره هيسال. محمود الخطيب بس او كابتن محمود الخطيب بس هو اللي هيبقى مسؤول عن الموضوع ده. بالنسبه لنادي الزمالك ربنا يعين جمهور نادي الزمالك على اللي جاي، لان اللي جاي لا فيه راحه ولا بالراحه. بس كده يا صديقي العزيز دي كانت حلقتنا النهارده. قول لنا رايك في الكومنتات عن الموضوع ده. ليه شيكابالا اختار الوقت ده بالاخص ان هو يتكلم عن كل الفيدباك اللي عنده السيء عن مرتضى منصور على الرغم من ان الحاجات دي كانت بتحصل من قبل كده؟ ليه اختار الوقت ده بالذات ان هو يتكلم عن مرتضى منصور ويفتح عليه النار؟ ومرتضى منصور ليه مش قادر يرد على شيكابالا؟ قول لنا رايك في التعليقات. ولو عجبتك الحلقه اشترك في القناه واضغط لايك للفيديو وخلي الكوره ليك. سلام.